عندنا قانون بالعراق وما قدر يعتدي عليه ولا قدر يوصلني، الحمد لله وشكر. انا فقدت لان كنت لابس مناظر وفقدت. لايف نزلت بوحدي ومأجر تاكسي بوحدي وطالع بوحدي، وخليت ابو التاكسي يصور، وابو التاكسي غبي تصويره مو واضح. فرانكو يكشف تفاصيل تعرضه لحادث من قبل حبيب بيرين السابق، حيث رد عليه خطيب بيرين وكشف تفاصيل مواجهته مع فرانكو، وطلب أهل فرانكو الفصل العشائري منه. صار وياي اليوم وانا سايح جاي البيروت، اكو شخص مره من المرات هددني، هو يشتغل بمافيات بالسويد، هو شخص عراقي اسمه محمد طالب حسين الركابي، هدتل. بس اني عندنا قانون بالعراق وما قدر يعتدي عليه ولا قدر يوصلني، الحمد لله وشكر. فانا جاي لبنان سياحه اليوم، نازل على الروشه، لا اعرف الشخص بلبنان، لا شايفه لا شايفني، ومن ورا تغافرني ابصق براسي وبعدها ضربني بوجهي. فهنا انا فقدت لان كنت لابس مناظر وفقدت، فقام يضربني بالصق وجهي لمحاوله اغتيالي او قتل، وكانوا مع اشخاص لبنانيين يصورون بي فيديوهات، ونشر الشخص فيديوهات على التيك توك ولا كأنه خايف من قانون ولا خايف من دولة، ويدعي انه اني متجاوز عليه او سايق له بالكلام. انا لا متجاوز عليه ولا سايق له بالكلام، ملتقي به شايفه بس ما عندي اي شيء، هو هددني. فاني اشكر كل شخص راح يقدر يساعدني وراح يقف وياي، واتمنى من الدولة هنا كذلك الامر بلبنان تجيب لي حقي، لان راح لي موبايلات 2 و5000 دولار. وبنفس الوقت اشكر الشخص الوحيد اللي وقف وياي هنا ببيروت، وفق شكو شخص بلبنان واللبنانيين كذلك الامر، الناس الطيبه. لا تطلع خارج العراق. وباللايف نزلت بوحدي ومأجر تاكسي بوحدي وطالع بوحدي، وخليت ابو التاكسي يصور، وابو التاكسي غبي تصويره مو واضح، ويرجع ويقول باقي فلوسي، يقول والله باقي الفلوس مالتي ابو حلق الجو. تليفوناتك اخذتها غصبا ما عليك وخاوه. التليفون اللي غلطت من عنده علي وعلى عرضي اخذت خاوه من عندك، اخذت وصل لك هاي الرساله. التليفون اللي حطيته وغلط من عنده على صار خاوه يمي وكسر بيته، حتى لا يقول اخذ تليفوني راح يبيعه. ابو حلق تجي تغلط على عرضه مالك، يا هو تغلط عليه يسكت لك. يقول هسه اخوته يخابرون على ولد عمي، يقول له احنا نريد نفصلكم، وين كنتوا انتم من تطلعون على عرضهم؟ وين كنتوا من عارفين ابنكم سايب باللايف يغلط على عرضه؟